وأقوام قرأوا القرآن من أجل الرياء والسمعة، عافاني الله وإياكم. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: مجاهد، وقارئ للقرآن ومتصدق كريم، فيؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، قرأت فيك القرآن وأقرأته، أنا قرأت القرآن وتعلمت القرآن وعلمته للناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، قرأت ليقال عالم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.